السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يعتبر اليوم الرابع لشوية الكتاكيت دول. بس الكتاكيت دول ايه يعني مش عاجبني كده، حاسة يعني انا زودت لهم تدفئة، مش عاجبني كده في سحب العلف ومش عارف ايه. تعالوا بقى هنشوف مع بعض احنا هنزود العلف ازاي، او نزود سحب العلف ازاي، ونرجع لهم نشاطهم كده وحيويتهم مع واحدة واحدة كده مع بعض. انا كنت مشغولة عنهم الفترة اللي فاتت، كان عندنا ظروف. فطبعا ايه، تعالي بقى نصلح اللي احنا عملناه معاهم، او الغلط اللي احنا ارتكبناه معاهم الفترة اللي فاتت. اول حاجة عملتها وسعت لهم المكان شوية وزودت تدفئة. مالك يا عم؟ في ايه؟ ما تقول، ده انت طربتني، الله يسامحك. اول حاجة عايزة انا بس كده انضف الاطباق دي ونظبط الفرشة يعني متبهدلة شوية، يعني حوالي كويسة نوعا ما 60-70% كده. الجنب اللي هو فيه السقاية ده اللي متبهدل شوية. تعالوا بقى هنعمل لهم ايه، نشوف ننضف الدنيا. هو بصراحة من ساعة امبارح ما زودت لهم اللمبة والدنيا ظبطت، ووسعت لهم المكان وحاسة ان الدنيا ظبطت كتير. احنا دلوقتي نضفنا زي ما احنا شايفين كده، نضفنا كل اللي في اطباق التحضير دي، ماشي. والسقاية احنا معطشينهم خالص زي ما انتوا شايفين كده. بقى اما نشوف هنعمل لهم ايه على العلف وعلى المي. يلا بقى هنظبط الفرشة كده مع بعض. شش. شش. بتقل بقى انا في الشوية دول، وبراها عشان انا بهدلت الكتكوت ده، كان نايم كده وبتاع وما خدتش بالي منه وبهدلته. وانا بحط حتى بينفض مناخيره اهو، بيعمل زي صوت خنفرة كده من الايه. طربنا اهو الفرشة كلها قدر الامكان اهو. هزود لها بقى شوية تمر. عايزة اتكلم بقى عن قش التمل ده. اخر نوع فرشة تحطها للفراخ، اخر نوع فرشة تحطها للفراخ. ولما تضطر ان انت تحطيه تكوني يعني ايه معليه درجة الحرارة، او تبقي جايبة الشكارة حطها في المكان بتاعة الفراخ واخدة من درجة حرارة المكان شوية، عشان القش ده اصلا يعني مش بينشف كويس، او اقل بلل فيه بيبهدل الدنيا. يعني باقل حاجة بيبان فيه، مش بيشرب قوي يعني. فبس انا مضطره له لان ما عنديش تمل غله وما عنديش مكان اجيب منه نشاره والكلام ده. فاحنا بقى كده ظبطنا الفرشه مع بعض. تعالى بقى نحط العلف ونشوف هنحط ايه في الميه. اهو العلف اهو، جبت شويه نشا وقلبتهم عليه، ماشي. لو بتحط علاج يبقى الخلطه اللي احنا هنعملها في الميه هنحطها على العلف. يعني الخلطة اللي احنا عاملينها في المية، لو انت في ادوية لسه بتحطيها او كده، او ده ميعاد ان انت تديهم ادوية، هتعملي الخلطة على العلف. هتعملي الخلطة فين؟ على العلف. ومن دلوقتي بقى جوعي الفراخ. يعني ايه؟ عدوا فترة ان هما بقوا بيتعلموا الاكل والكلام ده، يبقى انت قدر الامكان جوعي. ازاي بقى؟
يعني مثلا الفراخ مثلا هحط اكل بالليل، انا بطلع الساعة 10 الصبح او الساعة 9، لا احط اكل يكفيهم للساعة 8. فهماني؟ تجوعلك ساعة ساعتين تيجي تحطي الاكل، يبقى الفرخ زي ما انتوا شايفين كده الفراخ تتلم على الاكل. هم بعدين عن اللي يمي عشان هم خايفين مني يعني. تعالوا بقى يلا يلا قوموا. تعالي بقى نشوف الخلطة بتاعتنا على المية. الخلطة دي بقى اهي، بنجيب في الخلاط بصلاية و5 6 فصوص توم كبار ونص ليمونة وشوية خل وشوية مية. عايزة تحطي عندك بنجر وتحطي معاها بنجر تمام. وطبعا احنا مش هنملى السقاية، احنا هنعمل طول ما احنا بنعالج او بنحط الحاجات دي علاج، مش بنطول عليها. يعني مثلا دي انا حاطه لها اهي ما يجيش ربع رتل ميه، كوبايه ميه، وهحطها لهم واسيبهم يشربوا وهم كده عطشانين، ياخدوها كده ايه بفوايدها، او ياخدوها كلها على بعضها كده ايه يشربوها مره واحده تبقى مركزه. طيب تعالوا بقى، لو احنا مثلا عندنا علاج هنحطه في الميه، طب نعمل ايه في العلاج اللي بنحطه في الميه ده؟ همسكها ابشرها او اضربها في الكبه واضربها في الكبه في الخلاط، في الكبه يعني انعمها، وامسكها بقى مع الاكل مع العلف. انا كنت امبارح عامله لهم دي مع العلف ماشي. فاحنا يعني مثلا ما توقفيش نفسك، لو عرفتي تعمليها لهم كل يوم الصبح يا ريت. هو الفرخ ده ماله؟ انا مش عارفه الفرخ ده ماله، بس انا يعني واكل اهو، اتوكل كويس وشرب. هو عايز ينام ولا هو ايه؟ وهما مش سايبينه في حاله ولا هو ماله؟ تقريبا كده عايز ينام وهما جعانين، فهما مش سايبينه في حاله. المهم عملنا الخلطة دي زي ما انتوا شايفين، يا دوبك كل واحد ياخد له بقين كده منها. وبعد كده بقى خلاص ايه هنشوف هنحط ايه بقى بعد كده. ودي كانت خلطة للتحفيز الفراخ ونشاط حيويتهم وسحب الاكل. وقلتلك بدايلها لو بتحطي العلاج، ولو اي مكون منها مش موجود ما عدا البصل والثوم ما توقفيش نفسك عليه، اعملي. وان شاء الله خير، ويا رب اكون قدرت افيدكم. وما تنسوناش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.